السادة محبي كرة القدم المصرية، أهلا بكم. ماتش بعنوان كتيبة الأهلي تهزم جيش كيلوباترا 2-1. مباراة سيراميك كيلوباترا أول 20 دقيقة كان سايب المبادرة وامتلاك الملعب والاستحواذ للنادي الأهلي. كيلوباترا لعب آخر 10 دقايق في الشوط الأول، قدر يجيب هدف ولعب من الدقيقة 77 أو دقيقة 70 تقريبا لنهاية المباراة. هي دي الفترات اللي استحوذ فيها على الكورة وكان بيحاول يهدد مرمى النادي الأهلي. كان بيعتمد في هجماته على الجبهة اليمين بتاعته، كان بيحاول يخترق جبهة الشمال، جبهة كوكا من النادي الأهلي، ولكن محاولاته ما تمش استغلالها. تغييرات علي ماهر كانت فعالة لكن متأخرة شوية، يعني كان مفروض يبدأ الشوط الثاني بدون السولية وندفيد. نزل قلاوة ومكة في نص الملعب، غيروا شوية من الشكل الهجومي لنادي كيلوباترا، ولكن برضو ما تمش استغلال الفرص. علي ماهر صراحة كان مفروض يبدأ المباراة زي ما نهى بيه شكل المباراة، يعني هو في أول 20 دقيقة كان سايب الاستحواذ، ولكن نهاية المباراة كان مستحوذ وكان عامل حالة هجومية. كابتن علي ماهر لو كان بدأ المباراة بنفس الطريقة اللي نهى بيها المباراة، أعتقد إن النتيجة كان ممكن تبقى غير كده، لأنه نهى المباراة بطريقة كويسة، كان بيهاجم، كان بيعمل محاولات هجومية وكان فيه عرضيات، ولكن ما استغلش الفرصة وخلصت النتيجة 2-1. علي ماهر أدرك إن في مشكلة في دفاع الأهلي بعد دقيقة 40. كورة من 3 نقلات من رجب لبالحاج اللي طلع عليه مرعي بدري قوي، لعب الكورة من وراه ما بين ياسر وهاني اللي سابوا مروان يجري وسطهم وحط جون بانفراد على الشناوي. النادي الاهلي بشكل جديد بطريقه لعب جديده بدا يبان شغل تروب مع الفرقه. اول 20 دقيقه ضغط مستمر، قوه، سرعه في نقل الكوره من اليمين للشمال، تحرر 3 لعيبه، بن شرقي، تريزيجيه وزيزو. استكمالا لتغييرات تروب في مراكز اللاعبين في الملعب، النهارده بن شرقي لعب جناح يمين، حافظ على وجود تريزيجيه وحافظ على وجود زيزو وكمان حافظ على وجود بن شرقي، واستغله في انه يبقى جبهه يمين قويه. صراحه بن شرقي لعيب تكتيك درجه اولى، مهاري، كان متحرك النهارده جدا. الشوط الثاني كل لعيبه الاهلي بما فيهم الشناوي كان بيرحل الكوره ناحيه بن شرقي، لان الجبهه الشمال لنادي سيراميكا كان فيها مشكله ورا الدفاع. جراديشار النهارده كان ناجح بسبب تحركاته، بيتحرك وبياخد القرار في الحركه بطريقه سريعه وطريقه مميزه. النهارده الهدف اللي دخله، الهدف الثاني اللي الاهلي تقدم بيه 2-1، كان بسبب القرار اللي خده في انه يتحرك ما بين قلبين دفاع سيراميكا. الاهلي تميز النهارده بمناصه صواريخ معروفه، زيزو، ولكن كانت ادواره الهجوميه واللامركزيه في تحركاته كانت سبب من اسباب فوز نادي الاهلي النهارده. هو عارف المشاكل الدفاعيه اللي بيمر بيها، فكان واقعي جدا في الدقيقه 77 عشان يحافظ على النتيجه ويقفل الملعب. عمل تغيير زيزو وبن شرقي ونزل مكانهم رمضان بيكهام ومحمد بن رمضان عشان يلعب بخطه 5-3-2 ويقفل الدفاع ونص الملعب عشان يمنع الهجمات الخطيره بتاعه سيراميكا. وكان بيعتمد في هجماته على طاهر وتريزيجيه، وبالفعل طاهر وتريزيجيه ومعاهم بن رمضان عملوا خطوره في اخر 5 دقائق في المباراه. لولا وجود ديانج في الملعب كان زمان نص ملعب ودفاع نادي الاهلي بيعاني طول اوقات رايي الشخصي ان تروب بدا يغير ويعمل شكل جديد للنادي الاهلي. واضح جدا انه بدا يعمل شكل للنادي الاهلي، كان باين جدا في المباراه بدايتها بالتحرك السريع واللامركزيه لل3 لعيبه، تريزيجيه مع بن شرقي مع زيزو، وكان واضح جدا مسانده نص الملعب ليهم سواء بديانج او بمروان. الاهلي قدر يكسب 2-1
وقدر يحافظ على النتيجه من بعد الدقيقه 77 بدفاع محكم 5-3-2. علي ماهر كان ممكن يعمل شكل المباراه خصوصا في الشوط الاول غير كده، لكن هو كان خايف من الهجوم وفتح الملعب للنادي الاهلي وفتح مساحات، قفل الملعب. ولكن بدا يفهم ان من الدقيقه 40 كان سهل انه يخترق دفاعات النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي بخته بهدف تاني في بدايه الشوط الثاني ما قدرش يرجع يعوض تاني النتيجه لحد ما انتهت المباراه 2-1. فوائد مباراه اليوم بالنسبه للنادي الاهلي ان بن شرقي لاعب تكتيك درجه اولى، بيتحرك وممكن يلعب في اكتر من مركز، والنهارده اثبت انه جناح يمين ممكن يلعب جناح يمين مميز. ثنائيه تريزيجيه وبن رمضان دي ثنائيه جديده شفناها النهارده، جابها شمال ممكن تمثل خطوره الفترات الجايه والمباريات الجايه. لولا وجود ديانج في الملعب النهارده كان الاهلي هيعاني في النص ملعب وفي الحاله الدفاعيه، وكان ممكن النتيجه ما تبقاش بالشكل ده. ده كان تحليل مباراه اليوم. لو عجبكم الفيديو رجاء لايك وشير، واستنوني في تحليل جديد.